السلام عليكم. واش لي زافريكان الزلفه الاول معكم مستقينين فيديو جديد بلان جديد كما ديما وكما العاده. اليوم غندويو على واحد البلان اللي هو الهاشتاغ ديال مارانيش راضي، اللي هو حاليا داير ضجه في السوشيال ميديا، سواء في انستغرام سواء في فيسبوك وسواء في يوتيوب. هذا الهاشتاغ هذا طلع ليا بزاف تيدويو عليه في انستغرام، وطلع ليا بزاف تيدويو عليه في فيسبوك، ودخلت كذلك اليوتيوب لقيت بلي انه لطفي الضو بالكانون لحنا واحد الفيديو تيدوي فيه على هذا البلان هذا ديال الهاشتاغ ديال مارانيش راضي. وهادشي اللي كاين بلا ما نحرقوا ليها المراحل، خليونا نكتشفوا واحد الفيديو اللي مجموعين فيه بزاف د الفيديوهات، وما غاديش نبقى نهضر بزاف د الفيديوهات، ولكن شي فيديو وصلني بشي هضره ولا شي حاجه راه يقدر نعطي عليه ردة الفعل ديالي ونقول لكم شنو كاين فريمون ديال بصح، واش داك السيد قال الحقيقه ولا لا، وغنقول لكم شنو كاين فريمون، وغنعطيكم الراي ديالي. انا الدراري ما منتمي لحتى جهه معينه، انا انسان كندير محتوى في يوتيوب، شي حاجه بعيد على هادشي راه ما عندي فيها تدخل، وما كنتمي لحتى شي جهه معينه. انا كانسان مواطن مغربي كيدير رياكشن وكيدير بزاف د اللعيبات في يوتيوب. هادشي اللي كاين، وما في النطاق السياسي ولا البعد السياسي ولا شي حوايج بحال هكا انا بعيد على داكشي الدراري. انا ماشي ما قاري السياسه ما والو، ولكن شي حوايج اللي هي عفويه انه يقدر اي واحد يدوي فيهم ولا يعطي الراي فيهم، راه غادي نعطي فيها الراي ديالي وغنقول داكشي اللي كاين. وكما كنقول لكم انا بعيد على بزاف د الهايلايت كيوقعوا في السوشيال ميديا، داكشي اللي كيوقع في التيك توك وبزاف د الحوايج انا بعيدين عليهم. فاش طلع شي حاجه في السوشيال ميديا وتتبان وتتبدا تعطي الضجيج ديالها، هنا فين تيقدر عليا انا ندوي عليها، حيت فعلا داك الموضوع تيكون ترند وكاع الناس تيدويو عليه، باش نكونوا متفقين وتعرفوا هاد اللعيبه هادي. هادشي اللي كاين الاخوان. وبما انه الرب هاد الايامات ناس ما كاين ما يدار صراحه الله، خليونا نكتشفوا هذا البلان هذا وبلا ما نحرقوا ليها المراحل. الا كنتي اول مره صديق تشوف هاد القناه هادي، نتمنى دير لايك للفيديو، اشتراك في القناه فابور ما غتخلص عليها حتى لعبه، ومنها غتكون عاونتيني الاخ ديالي باش نوصلوا الدوكا في اقرب وقت. وشكرا لكم بزاف على السيبورت ديالكم. نحرقوا ليها المراحل. ليتس جو. راضي مانيش راضي والميدان ينادي. ما رانيش راضي. ما رانيش راضي مادام الكهول يحكموا في بلادي. مانيش راضي. مانيش راضي للظلم والحقره والاستعباد. اي والله ماني راضي. انا ما رانيش راضي. انا ما رانيش راضي. ما رانيش راضي مادامي نخدم 10 سوايع وما نقدرش نشري كيلو لحم لولادي. مانيش راضي. حق ربي ماني راضي. انا هاد اللعيبه هادي صراحه قاستني بزاف هاد الدراري. هاد اللعيبه هادي فين قال هاد السيد هذا انه تيخدم 10 سوايع وما تيقدرش يصور كيلو د اللحم، فهمتي؟ وما كنهضروش على النوعيه د اللحم، المهم راه هو قال اللحم يعني على حسب الاختلاف ديال الاثمان ما نقدروش نقيسو بهضرتو اي حاجه، وانما ربما شي لحم ديال المعزي ولا الغلمي ولا البقري ولا شي حاجه بحال هكا. انا ما عنديش المعرفه على شنو تيدوي، ولكن غنعطيو واحد التلخيص. الا بغينا ندويو على الغلمي ولا المعزي اللي دايرين 90 درهم دابا في المغرب، ولا 80 درهم ولا 100 درهم، راه حتى في المغرب كاينين، يعني ماشي غير في الجزائر، يعني حتى حنايا في البلاد راه كاينين ربما شي ناس مازال تيخدموا بقل من 100 درهم. وخصوصا سمعت شي اخبار بانه البقري عندنا في البلاد راه داير شي 120 درهم واقيلا، ولا 110 درهم ولا 100 درهم ولا ما عرفتش، المهم غالي ديال بصح. وكاينين باقيين الناس اللي خدامين بدون كونطرا بدون اي حاجه، باقيين عندنا في البلاد، وباقي يعني ما خدامين بقل من 100 درهم. كاينين ناس في اكادير في الفوار خدامين يعني بقل من 100 درهم، فهمتي؟ وما بيناش ندخلوا في بزاف د الحوايج الدراري، يعني غير راه هاد المعاناه اللي تيعاني منهم هاد السيد هذا، راه ماشي غير هو اللي تيعاني منهم، ربما حتى حنايا في المغرب كاينين ناس يعانيو من هاد الدائره هادي. كاينين ناس خدامين بواحد الثمن اللي هو قليل بزاف، اللي ما تيقدرش يوفر لك داكشي يحتاج الاحتياجات اللي يقدر تعيشك انت والعائله ديالك في اليوم، وان بنادم كيكافحوا تيتقاتل باش يجيبها حلال. هادشي اللي كاين الدراري. خليونا نكملوا البلاط. لو كان كنت راضي ما خليش قرايتي وصغري كاع نعيشوا بعيد على والديا وعلى بلادي. حتى هذا هو قال الحقيقه، فهمتي؟ يعني حتى انا يا راه خرجت في واحد النيفو في المدرسه، واحد النيفو اللي في شكل، فهمتي؟
انا خرجت في واحد النيفو اللي ماشي شي نيفو، ولكن الحمد لله قرينا وعرفنا شويه فهمتي. ولكن ملي خرجت من المدرسه وكما قال السيد ديما مغرب فهمتي، وغير كون غير مغرب لاوروبا ولا شي بلاد اخرى، وانما انت في بلادك وفي نفس الوقت راك مغرب فيها. فاش ما تشوفش الوالدين ديالك ما غاديش نذكر المده حيت بزاف د الناس غيتيشوا من هذا البلان هذا وما بيتش على اي نو. فاش تعيش نيت في بلادك وتتكون مغرب فيها، هذا هو المشكل الكبير. اما الا كنتي في اوروبا ولا في شي بلاد اخرى كتقول ان الظروف حاكمه عليك ومشيتي لديار اخرى وحدود اخرى كتحبسك وعندك قيود اخرى تتحكمك تما. اما الصعيبه هي فاش تكون في بلادك ومغرب فيها في نفس الوقت. بحالي انا دابا تندوي بصفتي انا كشخص اللي خليت والديا وعائلتي في واحد السونتر فيل كاين بعيد، وجيت عاوتاني في واحد المنطقه اللي هي بعيده، وجيت عاوتاني لواحد المنطقه اللي هي بعيده من المنطقه فين كاين انا باش نخدم ونصور طريف د الخبز ونعيش انا ونوفر داكشي اللي خاصني انا ونصيفط لصحاب الدار مره فهمتي. وراكم عارفين البلان شنو كاين وهادشي اللي كاين. لذلك بلا ما نحرقوا ليها المراحل خليونا نكملوا بلا ما نتعمقوا بزاف في هذا الموضوع هذا، حيت الموضوع كبير والموضوع صراحه خاصينو ناس الاختصاصيين وعارفين الفصول ديال هادشي والقوانين باش يدويو عليه فهمتي. الحبيب بالصعيب الشباب ديالنا يتفرما في البحور. جبدها يا بابور روح عليك دير كمل كيما ويوم ما تشوف سكني. الجزائر دولة غنية شعبها فقير. الجزائر تشتعل حرب هاشتاجات رهيبة جدا ما بين طيار هذا بيقول مانيش راضي عن الأوضاع في الجزائر، وطيار تاني قرر انه يرد ويدافع عن الجزائر ويقول أنا مع بلادي. أنا مع. ودابا أنا وياكش دخلنا في الجزائر، أنا وياك أنت كمصري وأنا كمغربي دخلنا في الجزائر باش غير تشعلها بيناتهم. انت دابا هذا هو الشيء اللي بان لي. سير برو بلادي. الناس ضحاو منها جوج الارض اللي راه دارنها يجي يفترسها بسهوله، يفترسها باشطاق ولا يفترسها، راه غلط. مالك مخلوع مالك مخلوع. رئيس دولة يرد على هاشتاغ أول مرة في تاريخ البشرية يحدث هذا. رئيس جمهورية يهدر على هاشتاغ. كاينين شي وجوه الدراري هازو، اقسم لكم بالله الا هاد الوجوه اول مره تنشوفو. يلا راه ما يمكنش. الا لطفي الضوء كانوا اللي دوا حتى هو على هذا البلان هذا تنعرف لطفي الضوء كانوا تنعرفو تنتابعو. انا من الفان ديالو، الفان ديال الموسيقى ماشي حاجه اخرى، ما تنتفرجش لداكشي الاخر حيت كاينين الناس اختصاصيين تيتبعوا داكشي اللي كيوقعوا داكشي. وانا كندير الراب بصراحه، وغير هذا الفيديو دار ضجه ولا هذا الهاشتاغ دار ضجه وقلت بلاتي ندويو عليه. سير برو. لا ورب الكعبه، يعني في الحقيقه وصلنا للقاع. واللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد، اللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد، اللي ما عجبوش الحال يبدل البلاد. علاه البلاد هذه تاع اختك ولا كي يقول لك ما رانيش راضي ما رانيش راضي سما قلم ودار له قاص في ارض جو فهمتي. والله الا دار له قاص في ارض جو الخونه فهمتي. راه البلاد ديال المواطنين ديالها وديال الامن ديالها، والبلاد يعني راه اي واحد كينتمي لديك الدوله ومواطن فيها ولا عنده الجنسيه ديال ديك الدوله راه عنده حق في ديك الدوله فهمتوا. ماذا؟ يبدو أن الذباب المخزني الممول والمسير من الصهاينة قد قرر انتحال صفة الجزائريين والتحدث باسمه. هما جزائريين خارجين بالصورة والصوت. وليك وجهي وليك وجهي. وقال لك المروك هو السبب اللي درينا مانيش راضي. ما تحل عن سمايا يا اخي، انت ما فيش وراك غيري ولا ايه؟ نهضر بوجهي انايا وانا جزائري ونبقى جزائري وهذه بلادي. خرجوا هاشتاغ ما رانيش راضي، خرجوا لنا ذباب وشياتين ولا حاسين يقول لك هذا نتاع المخزن. شرع هذا الذباب في اطلاق هاشتاغ مانيش راضي من خلال استخدام حسابات وهميه. خرجوا الطلبه الجامعيين يطالبوا بالحقوق تاعهم، نسبوهم لا صعيبه هاد الحاجه الدراري بندويو عليها حتى هي فهمتي. هاد الحاجه صعيبه شويه فهمتي. انما راه هادشي يعني عادي، يعني راه اي بلاد تيوقعوا فيها مظاهرات والشعب تيطلع ليه الدم على الوضع اللي تيعيشوا. كي المغرب كي الجزائر كي تونس كي ليبيا كي اي بقعه جغرافيه كاينه في الارض راه تيوقعوا فيها بحال هاد الصراعات هادو ديال انه فاش يشوف بنادم واحد الحاجه ديالو ولا عايش واحد العيشه اللي فريمون ماشي هي هذيك وما تيرضاش على الاوضاع، وخصوصا فاش يكون بنادم في واحد البلاد اللي هي كتشوف الثروات ديالها كيتفسدوا بزاف د الحوايج وخص بنادم يدوي عليهم فهمتي.
وانا ما مع ما ضد، فهمتي؟ انا غير تنشوف وترياكتي على البلان وصافي، ماشي نسبوه من المخزن. المغرب عبر المخزن هما اللي نوضوا الفتنه ديال طلبات الطب في الجزائر. تما كلش نتوما مرتبوا بالمخزن، حابين تمرضونا معاكم بالمخزن هذا. يهضر الحق حبيتو تقلبوه، هو الخاين باش ما تبانوش بلي نتوما طحاحنا. كيفاه مواطن يشكي وحب يغير من بلادو قلبوهم عملاء وخونه وايادي خارجيه. هذا هو المشكل. دابا هاد المشكل هذا راه ماشي غير في الجزائر ولا في المغرب ولا راه في اي بلاصه، يعني دابا الحق ما بقاش باغي حتى واحد، فهمتي؟ فاش تدوي على حقك بديك الطريقه ديالك تدوي نيشان، يعني تجي بنادم اونفاس تقول ليه راني باغي حقي نيشان، تجيه شويه مؤلمه وما تيتقبلهاش، فهمتي؟ وخاصو يدير لك كونتراتاك يردك يعني ضد، باش كاينه واحد الفئه اخرى عاوتاني راه غتشوفك نتايا منفصل على داك الكيان ولا على داك الحاجه اللي نتايا انتقدتيها، سواء دوله ولا حكومه ولا مشروع ولا اي بلان، فهمتي؟ ولا كعمل ولا اي حاجه، فهمتي؟ هذا هو المشكل. الحق ما بقاش باغي شي واحد تقولو، يعني ان فوا غتقول الحق لشي واحد الا ما كانش حتى هو باغي الحق راه غيردك اونتي، فهمتي؟ ومانيش تابع للمخزن. تحية للجزائر ونبغي بلادي وما رانيش راضي. يا ويحيى انا مختي سوريا مانيش راضي. كيفاه يرضى بالمعيشه هذه؟ سي بيان سير واحد ما راه راضي بالمعيشه هذه. الشعب الجزائري طبعا مش راضي، مش راضي، الشعب الجزائري غاضب. احنا ما راناش راضيين بالمعيشه هذه. احنا في الاستعمار هجموا علينا تلقاو على الشيبانيه بغاو يدربوها. احنا ما بين الدول القلائل اللي حنا في خدمه الشعب، مش الشعب في خدمتنا. يا خوتي البارح داو 103 يا خوتي، على مانيش راضي. الدوري صوان. واش هادشي الدراري فهمتي؟ حيت بزاف د الفيديوهات في السوشيال ميديا ربما تيكونوا مفربكين، فهمتي؟ ولكن نقولوا لي يعني هاد الفيديوهات هادو يعني واش غير في هاد الاوائن ديال الهاشتاغ ولا فيديوهات قدام؟ ولكن الفيديوهات راه فيديوهات حقيقيين، زعما باش ماشي نقولوا راه ماشي فيديوهات حقيقيين ولا مخدومين بالذكاء الاصطناعي، الواقع راه باين، فهمتي؟ يعني وماشي كنتشفاو في الجزائريين ولا كيتشفاو فينا، يعني هاد الاوضاع هادو راه كاينين في جميع البلدان العربيه. وبلا ما نزمن في الايغو كما تيقولوا، نهضروا ونبقاو كيليبرينا البلان كيفاش تنهضروا، حيت الحق كما قلنا ما تقدرش تدوي عليه في اي بلاصه دابا، لا في اوروبا لا في افريقيا لا في اسيا لا في شي حاجه اخرى، راه ما عرفتش هاد الدراري شحال من قاره كاينه كاع في العالم اسير. والبلان ديال والله ما عرفت ما نقول، فهمتي؟ راه دماغ غيحبس، فهمتي؟ الا جيتي تدخل في هذا الشيء عاوتاني غادي غير تبدا تخرفط وصافي، فهمتي؟ حيت باش تدوي في حال هاد البلانات هادو انا تنعطي غير الراي الفعل ديالي وردة الفعل ديالي وصافي. انا ماشي مختص في هاد الشيء باش نعطيك انا اللوجيك ديال هاد الشيء، تنعطي الراي ديالي على البلان وصافي، صافي هادشي ليك. يا خويا بغيت ندوي على البلان، بغيت ندوي على البلان ديال خونا اللي قال في الفيديو قبل، قال لك حبسوا 103 داوهم، قال لك 103 الناس ديال هاشتاغ ما رانيش راضي، شدوهم واعتقلوهم بانهم ضد الجزائر ولا ضد الدوله الجزائريه، فهمتوا؟ وانهم عملاء ولا شي حاجه بحال هكا، وما عرفتش انا غير داكشي اللي تنشوف قدامي. احنا في دارنا ضربوه في دارنا، ما فيها والو، ما راهوش راضي. درع لا يكون راضي، درع نرضى عليك بالذراع، تعجبني بالذراع. راحوا حرقوا المحطة البرية تاع خروبة، لأنه المحطة البرية تاع خروبة هي همزة وصل بين جميع المحطات تاع التراب الوطني. حرقوها خايفين مرعوبين. عضلات الثقة ترتعش، بؤبؤ أعيوب ينتعش. تخلع ما والو أصاحبي. الى بشار الاسد هرب، يتبون تو الجنرالات ما عندكمش وين راح تروحوا. انت انسان كهل فاسد، صرفت نصف تريليون دولار والجزائر شغل مضروبه بالنووي. السحاب قهوي، الهواء قهوي، الاكسجين قهوي، العباد قهوي، السيارات قهوي، كلش قهوي. شوف غير جيرانك كيفاش دايرين بلا بترول ولا غاز. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية.
المدوية. وفي المغرب تتوالى النكسات والفضائح المدوية. وشوف انت كيفاش تروح للسبيطار كارثه، تروح تمشي في الطريق كارثه، تمشي بالطوموبيل كارثه. غنشوفوا كيفاش البلان ديال هذا الفيديو هذا. رانا في اغرب رومبوا في العالم، السبع اللي ما يهابوا كما كنقولوا يعني المشاكل ديال الصحه، هاد المشاكل تنعانيو بهم كجزائريين وكمغاربه وكتوانسه واي منطقه راه في هاد المشاكل الصحيه هادو. والله يفرج علينا جميعا الدراري، والحمد لله على كل حال، فهمتي بنادمي. ولكن صراحه خصو يعني الدول ديالنا ولا الحكومات ديالنا في هاد البلدان بحال الجزائر بحال المغرب بحال تونس بحال يردوا شويه العنايه للشعب ديالهم ويعطيوهم يعني القيمه ويوفروا لهم الصحه والتعليم وبزاف د الحوايج، فهمتي سير برو. خويا يا خويا اقوى دوله في المنطقه. هذا هو أقوى جيش في المنطقة. هذا الجيش هذه الرب، هذا الجيش، هذا الجيش راح تحارب بيته. ثم قال ماذا؟ احنا اول دولة في استعمال تحلية مياه البحر لتجهيز الساكنة بالمياه صالحة للشرب. في 2008 السعيد بن زديرة كان يعيش في سلطنة عمان، لقيتهم يشربوا في الماء تاع البحر عندهم 20 سنة. تجي تقول باللي الجزائر هي أول دولة تحلي الماء، أخاف ربي يا ولدي، هاك تضحك علينا الناس. هذا شفت واحد الروبورتاج عليه كان في الحكومة الجزائرية وقيل في عهد بوتفليقة ولا شي حاجة هذا، وشفت واحد الفيديو ديالو ما نقدرش ندخل في التفاصيل الدراري حيت الفيديو في شكل. وهذا الانسان هذا اللي دايز دابا في الفيديو ما عرفتش الاصل السميه ديالو، ولكن شفت الفيديو ديالو تيقول هو براسو بفمو تيقول بلي انه شارك في شي حوايج في شي حوايج، المهم بلا ما نحرقوا المراحل وما ندخلش في شي حوايج اللي الله بعيدين يبهدل عليه. بيكم يا الكلاب، بهدلتونا. يا ما قدروش يبنوا برلمان 60 سنه ما قدرتوش تبنوا قصر للرئيس الجمهوريه. رئيس الجمهوريه مازال ساكن في دار خلاها له ديغول. الدراهم هذوك اللي خسرتوا على البوليزاريو لو كان صرفتوهم على الشعب والله ما يخرجوا يقولوا لك اليوم ماناش راضيين. وهذو اللي يقولوا شعارات مدنية مش عسكرية هما الناس اللي خداو طريحة من عند الجيش الوطني الشعبي لما بغاو يستولوا على الحكم. قال لك هذوك اللي كانوا يعيطوا مدنيه ماشي عسكريه، قال لك عطيناهم طريحه في التسعينات. انت تعطينا طريحة انت؟ شكون نتوما وشكون حنايا؟ شكون نتوما وشكون حنايا؟ فرنسا عذبت انتم عذبت، فرنسا قتلت انتم قتلت، ما هو الشيء الذي فعلته فرنسا ولم تفعله انت؟ هذه مشكلتكم. خرجتم ل10 سنوات في الجزائر، خسرتم أكثر من 300,000 شهيد. بعد كل هذه التضحيات عمتم إلى بيت الطاعة، فتسلط عليكم الجنرالات. السنة والطوفان الشعبي كي يخرج البرا قولوا هادو المرار كدخلوا يا اخي، كي يخرجوا كي تلقاوهم في الشارع قول هادو ما المرار كدخلوا. هل ستكررون خطأ التسعينات؟ أنت تعلم هناك مقولة شهيرة: من ينجز نصف ثورة كمن يحفر قبره بيديه. فيديو الدراري فيديو مهربن صراحه، فيه بزاف د اللعيبات، وماشي درت هذا الفيديو للضحك ولا لشي بلان اخر، فهمتي حيت كاينين الناس كيفهموا بزاف د المواضيع خاطئه، وانما انا فاش ندير شي حاجه راه تنديرها سيريو وما تناخذش دوك المواضيع بديك السخريه باش كياخذوها كاع الناس، حيت في الاخير راه غير الدنيا هذه وكاملين مسلمين، وما غاديش نحقد على اي واحد كجزائري ولا كتونسي ولا كقطري ولا كسعودي ولا كمصري ولا كمغربي ولا كموريتاني ولا اي واحد كما كان، كل واحد كيفاش كيشوف المنظور ديالو. ولكن كنبغي ربما الشباب اللي قل من 40 عام، حيت الانسان واكثر من 18 عام اللي هو المهم البولو، كنتمنى انهم يكونوا واعيين بشنو تيوقع بالبروباغندا والحاجه اللي تيسوقها الاعلام وبزاف الصفحات، لا من الدول ديالنا لا من الدول اللي كتعتبروا ولا كيعتبرها الاعلام اللي عندنا في البلاد ولا البلاد ديالكم ولا اي بلاد كيعتبروها العدو ديالها. لذلك بلا ما نطولوا في هذا الفيديو اكثر، وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، نتمنى انني عطيت غير الراي ديالي وما تقلق مني حتى واحد على الراي الفعل ديالي، حيت هاد المواضيع هذه شويه حساسه وبنادم تيفهمها بالمقلوب فريمون. وهادشي اللي كاين نتمنى ما ياخذش عندي بنادم شي نظره خايبه على هذا البلان هذا، وانا يا صراحه راه ما عندي تداخل في هذا الشيء وما فهمتي، غير طالقينها وكنشوفوا يعني القضيه ديال اليوتيوب. يعني انا كندير رياكشن على الرابط الدراري، وانما من هنا لقدام غادي نبداو نديروا محتوى على كل شيء. يقدر تشوف فيديوهات ديال الضحك،
من تيك توك، يقدر تشوف شي بلان ديال الكره، يقدر تشوف ستوري تايم، يقدر تشوف اي حاجه يقدر تشوفها في هذه القناه هذه. هادشي اللي كاين الاخوان بلا ما نحرقوا المراحل، ولكن غندويو بشي حاجه يعني فاش يكون شي موضوع اللي يستاهل ندويو عليه راه غندويو عليه، وما غاديش نديرو داكشي اللي ما يستاهلش اننا ندويو عليه. هادشي اللي كاين بلا ما نحرقوا ليها المراحل الاخوان. حياكم الله ونتشوفوا في شي فيديو جديد ان شاء الله. اديوس.